السلام عليكم. إذا كيف ما كيعرف الجميع، المغرب غيلعب في المجموعة السادسة في مدينة سان بيدرو، وبالضبط في ملعب لوران بوكو. مدينة اللي ماشي شي مدينة اللي كبيرة. هاد المدينة اللي كتفتقد للمنتجعات السياحية والفنادق، لذلك الدولة في الكوت ديفوار قررت من 2019 أنها تبني فيلل صغيرة باش يعني يسكن فيها المنتخبات اللي غيلعبوا في هاد المدينة. والآن تبين أن المغرب من هاد المنتخبات. إذن هذه هي الفلل اللي غيكون فيها المنتخب المغربي. بالنسبة للملعب فهو ملعب جميل، كيهز من 20 حتى ل 25 ألف متفرج. الملعب كان وقع عليه الهضرة بزاف في الأيام الماضية، لأنه كان يعني وقع عليه ضرر كبير بالنسبة للعشب ديالو. ولكن أخيرا تم الانتهاء رسميا من تكسيته بالعشب من جديد، وأصبح بحالة رائعة جدا. إذن هذا هو الملعب اللي غيلعب فيه المغرب في مدينة سان بيدرو في الكوت ديفوار. إذن هادشي اللي عندنا في هذا الفيديو. تهلاو فراسكم، السلام عليكم.